السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ وياكم فيصل عراق بقناة عراق كلاش. اليوم الفيديو هذا يكون بسلسلة حرب الكلانات اللي هي كالآتي راح تشوفونها. يكون دائما مسح تاون 8 و9 و10 كل يومين أو 3 أيام، يعني كل ما تنتهي حرب عندنا أنزل المسح مالتها. أو إذا أحد عنده فيديوهات مسح يعني يكون 8 و9 و10 ماكس، خلي يدز لي اياها على المواقع التواصل الاجتماعي اللي بالديسكربشن، راح احط لكم اياها. عندنا اول واحد هجم اللي هو الايث، جيشه تقريبا ماكس بالتاون 8، وخصمه تقريبا هم ماكس بتاون 8. اول شي سوى سحب الدعم وذب عليه بويزن سبير. هذا اهم شي طبعا، كل هجماتك او انواع هجماتك لازم تسحب الدعم وتقتله. اذا ما تقتله ما نصحك تهجم، تكمل هجمتك. ذب الجولم والبيكات والوزر طبعا قبل ورا الجولم حتى يصفي الصفاح. البيكا ما تسحب، تجي دائما تدخل لي جوا. ذب عليهم الطاقة، كمل هجمته بشكل عادي. يعني اهم شي بالهجمة لازم تستخدم المشروبات مالتك بشكل صحيح حتى هجمتك تكون دائما متساوية ويا دفاعات الخصم، وما يقدر يعني يقتل اي شيء من جيشك او يبقى شيء كبير من جيشك تقدر تمسحه بشكل سهل. لا حد يعني مثلا يقول هذا خصمي قوي او شيء ترتيبه قوي. كل ترتيبات كلاش اوف كلانز اذا انت جيشك ماكس تقدر تمسحها. هاي معلومة اعطيكم اياها. اذا جيشك ماكس ما عليك بقريتك انت مو ماكس او شيء، او حتى لو اعلى من عندك. اذا انت جيشك ماكس واخر واحد من جماعتكم تاون 9 وجيشك ماكس، تقدر تمسح أول واحد عندهم بتاون 9 حتى لو جدار ليفل 10 ماكس. هذا كمثال تاون 9. حتى تاون 8 كذلك. أهم شيء إذا جيشك ماكس تقدر تمسح أي واحد جيشه ماكس. مثل ما تشوفون صاحبنا مسح هذا، هو أقل من عنده صحيح، بس لكن خصم كان كلهم قراهم ماكس بالنسبة لتاوناتهم 8 و9 و10. هسه راح تشوفون الهجمة الثانية اللي هي بتاون 9 ماكس. تكون هجمتي مسح تاون 9 ماكس تقريبا باقي بس الجدار والملوك مو ماكس. تشوفون ليث هسه مسح هذا الخصم 3 نجوم ممتازة. هسه عندنا تاون 9 ماكس. اول شي طبعا ذبت الهوك، ما فاد سحب الدعم، الدعم كان بعيد وقتها وعنده قمازية هو حاطه يم البرج الوزرد، يعني يدري بيه تقريبا يعني الخصم اكيد راح يجي منه يسحب الدعم، فتحسب لي طارئ سوى هذا الشي. فانا استسلمت لهذا الشي، ذبيت الجيش قبل وانتظرت الدعم يطلع وادب له بويزن سبيل حتى قتله على السريع. ذبيت طبعا اول شي الوزرد حتى صف الصفاح قبل الجولم، لازم اهم شي هو هذا. وراء هذا ذبيت الملوك والبيكا. وعند الويتش دائما الويتش اهم شي. الويتش اذا ماكس وخصمك مثل يعني الترتيب مالته هيك كبير ومساحته كبيرة وموزع دفاعات بكل المجال اللي تقدر تخلي بيه القرية، فهذا تأكد دائما استراتيجية اللي وياها ويتش مسحة مسح. لا يفيدك بالون ولا يفيدك هوك. كل تاونات 9 يمسحون إذا كانت هيك قرياتهم. هسه هذا خصمي تقريبا تاون 9 ماكس وهو أقل من عندي صحيح. يعني طبعا جيشي هو بالأول شي دائما الجيش هذا أكمله سويته ماكس. جيشي كملت تقريبا قبل شهر سويته ماكس، والأعلى من عندي أمسحهم هم والأقل من عندي. فدائما اهتموا بالجيش أكثر شيء. ما تفيدك قريتك قوية وجيشك ضعيف. هسه هذا قريته قوية صحيح بس جيشك كلش ضعيف. وخصمنا طبعا بس كان خصمي رقم 5 اللي هو جيشه قوي بين التاونات 9 والأعلى من عنده كلهم ضعاف. المهم فمسحت هذا باستراتيجية 5 ويتش و2 هوك اسحب بهم الدعم، 2 جولم و2 بيكا و14 وزرد و7 فجر سور. والملوك شيء اكيد مشروبات، 1 جنب 2 طاقة 1 مسرع، والدعم جولم ماكس. ومسحته مسح مثل ما تشوفون. عندي بعد جنود زايدين الطاقة ما ملكة ما سويتها. عندنا الهجمة مال ميتو تاون 10 ماكس، مو ماكس تاون 10 بس لكن سوى يعني تاون 9 مطور، فعنده بس انفيرنال نزلهن. سحب الدعم ميتو بطريقة ذكية، لأن المدى مال الدعم مال الكلام مالته ما يقدر يطلعه
إلا إذا يعني يفلش الدفاع أقل شي حتى يمسحه يطلع الدعم مالته. فذب بالون قتل المدفع وذب وراه هوك حتى ينسحب الدعم كله، وسحبه بعيد بآرشر حتى كتب البويزن سبيل مثل ما جاي تشوفون. سحبه بعيد. أهم شي يقتل الوزرد لأنه هو أكثر شي طقته قوية وتأثر على الدفاعات، العفو على الجيش مالتك. وذب هنا برق قتل بيها الويتش لأن العظميين السكيلتونز مالتها يلهون الجيش ما يخلونهم، والدفاعات مال الخصم راح تكون قد قتلت جيشك كله وانت بعدك جاي تقتل بهذولي. بس سوى ذب هسه الجولم والوزرد حتى يصفون الأشياء اللي حواليهم حتى مثل البيكة تدخل لي قبل. وأهم شي الجمب ذبها مكان صحيح اللي هي يعني راح تأثر بشكل كبير عليك، تاخذ نجمتين أو نجمة واحدة. مثل ما تشوف هسه الجيش كله توجه قبل للتاون 10 للتاون فلشه ضمن نجمتين بجيبه. طبعا تاون 10 مستحيل يعني أشوف واحد مسحة، بس اللاعب يعني متمكن من عندها وخبرته كبيرة بالكلاش. هسه واخذ منها نجمتين، كانت هجمته حلوة، أخذ عليه يعني شكل كبير مساحة القرية تقريبا، بس الحظ ما حالفه. تقريبا مساحة والفريز عنده ضعيف لذلك يعني ما مساحة فالخصم يعني ما أعتقد قريته ذيش القوة. ظلت عنده الملكة والوزرد وبعض الجيش. إن شاء الله قد استفدتم من هذا الفيديو، وراح أنزل باقي الهجمات يعني ورا كل حرب بها مسح قوية، أنزل هجمات تفيدكم واستفاد من عندها والشرح وياها. لا تنسون سبسكرايب وشير ولايك وتعليقاتكم إن شاء الله أردها حلوة. وشكرا لكم جميعا، أشوفكم حلقات قادمة، مع السلامة.